طبعا الحقيقة الواحد بيتحط في مواقف محرجة في حياته كتير يعني. بس أنا للأسف لسه مجرب ده دلوقتي. قاعد أنا واحد صاحبي عادي في البيت فجوعنا يعني عادي، يعني جوع 12 بالليل ده أنت يعني دايما بتجوع كده الساعة 12 بالليل أو واحدة، ما تفهمش ليه. فقلت أجود وأجيب أكل من بره، ونفسنا بقى إيه هفتنا على كنتاكي بقى. ليه بقى؟ الخلطة السرية بتبقى طعمها كده يعني زي عامل زي حلو، يعني حلو طعمها بيبقى حلو. قلنا نجيب كنتاكي. وطبعا عشان مش حافظين المنيو، يعني ما خدناش في ثانويه عامه فاكيد مش حافظينها، تقريبا الحاجه الوحيده اللي ما خدناش في ثانويه عامه. قلنا بس نخش على النت ونجيب جوجل بقى والحاجات الجميله دي. فجبنا بقى طلعت لنا الوجبات كده، وفجاه كده اتشدينا. عارف انت بنت ما بتكراش عليها تشوفها، اتشدينا الوجبه كده. كانت حلوه جدا. الحلو فيها ان هي ايه، كانت 9 قطع ب 59 جنيه. يعني ده اللي شدنا. كانت ايه بقى، ايه مكونات الوجبه بقى ب 59 جنيه؟ 9 قطع فراخ، وباكت بطاطس كبير، واتنين بيبسي اللي هو اللتر، واتنين كولسلو كبير. يعني انا خفت الاقي فاهم بنطلون زارا، يعني كان ممكن الاقي بنطلون زارا هديه مع الوجبه. كانت جميله تحفه يعني. الحمد لله استقرينا وقلنا هنطلب. اتصلت بالراجل قلت له انا عايز الوجبه اللي هي الفاميلي دي، وبس يا ريت البيبسي تخليه مريندا يعني. قال لي لا والله ما فيهاش بيبسي. فانا خدت الصدمه، تعبت. قعدت بقى ايه، رحت غسلت وشي بميه ساقعه وبتاع، وجيت قلت مش مهم. قلت له طب خلاص يعني ممكن تغير لنا الكولسلو بريزو. قال لي لا والله ما فيهاش كولسلو. انا خفت يقول لي ما فيهاش فراخ، يعني خفت كنتاكي فاهم يبعت لي علبتين كشري من السلطان ولا من اي حد. فقلت له حضرتك لسه شايف بوستر كذا كذا في كذا كذا ب 59 جنيه؟ قال لي اه لا ده بوستر قديم جدا. قلت له خلاص هاتها، ما انا احرجت اقول له ما تجيبهاش يعني. قلنا خلاص نجمع انا وصاحبي ونعمل جمعيه في الكام ساعه قبل ما بتاع دليفري يجي ونجيبها. قال لي خلاص تمام الحساب 96 جنيه بالكولسلو. قلت له زود لي كولسلو. قال لي بالكولسلو تبقى 1200 جنيه تقريبا يعني. وجالي يا جماعه، وهنا بقى المهزله يعني. شوف انا صبرت وجبت بالفلوس وعادي وقلت مش مهم، ولكن بص بقى هنا الاقي ايه، ان انا افتح العلبه. معلش ادي العلبه يا جماعه ايه، كنتاكي بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا ايه بكدب. ادي العلبه. فتحت يا جماعه لقيت، فاكرين انتوا الحوار اللي هو بتاع امريكا ده، اللي هو بتاع الفيران والجو ده اللي لقوا مش عارف. المهم فتحت لقيت دي. اقسم بالله لقيتها كده يا جماعه، والله العظيم ما انا اللي عاملها. فابتديت ادوقها. لا لقيتها فعلا يعني لذيذه لذيذه وتستاهل ال 120 جنيه يعني صاحبي بص تقريبا واكل ب 2000 جنيه فراخ وادي حته فرخه يا سلام.